ذكرت قناة سي بي سي الأمريكية أن الدولي المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي رفض العرض الجديد الذي قدمه نادي النصر السعودي. وأشارت القناة إلى أن النصر قدم عرضا منخفضا بنسبة 40% من الراتب الأساسي لزياش، حيث كان سيصل راتبه إلى 15 مليون يورو سنويا، وذلك في حال حافظ على مستواه. وذكر المصدر أنه من الممكن أن يتعاقد الأهلي السعودي مع زياش إذ لم يحسم صفقة خياره الأول المتمثل في الجزائري رياض محرز، وذلك بناء على الاتفاقية التي أبرمها المهاجم المغربي مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي. في ذات السياق، كشف تقرير صحفي آخر أن اليوم الثلاثاء عن سر فشل انتقال المغربي حكيم زياش نجم تشيلسي إلى النصر السعودي، وكان النصر قد اتفق مع تشيلسي واللاعب على المقابل المادي، كما خضع زياش للكشف الطبي قبل أن تنهار الصفقة. ووفقا لشبكة جول العالمية، فقد فشل انتقال زياش إلى النصر بعد أن عدل النادي السعودي عرضه المالي للنجم المغربي بسبب مخاوف من وجود إصابة في ركبته. وكان العرض الجديد سيخفض الراتب الأساسي لزياش بنسبة 40%، ويحوله إلى مكافآت ستعيد راتبه إلى الرقم الأصلي 15 مليون يورو، لكن النجم المغربي رفض الأمر. وأشارت جول إلى أن زياش قد ينتهي به المطاف في الدوري السعودي، حيث أعرب أهلي جدة عن اهتمامه باللاعب إذ فشل في الحصول على خدمات رياض محرز من مانشستر سيتي.